ولصورتنا حكايتنا النهاردة عن الراقصة نعمة مختار. نعمة مختار بصراحة كانت رقاصة جميلة وجذابة، ورغم قلة ظهورها لكنها قدرت تتميز وتحقق نجاح وشهرة واسعة جدا. اتجوزت نعمة 3 مرات، أولها من المخرج نيازي مصطفى رغم السن والفرق الكبير اللي بينهم، لكنها ما قعدتش معاها كتير. أما الجوازة التانية كانت من ضابط شرطة اللي خلفت منه ابنها الوحيد، وبعد ما خلفت نسيت الدنيا كلها وفضلت جنب ابنها إنها تعلمه وتوصله لمكانة كبيرة. وفعلا ابنها اتخرج من كلية سياسة واقتصاد وبقى رجل أعمال كبير، لكنها تركت الفن وفضلت إنها تكون زوجة وأم بس. وعلشان نعمة مختار تثبت للكل إنها بتعرف تمثل، أنتجت فيلم المرأة التي غلبت الشيطان، وهي كانت في أوج شهرتها، وبعد الفيلم ده بفترة قليلة اعتزلت